الحرب المضادة. الأهلي يعلن الطوارئ على اتحاد الكورة، وأول اختبار صعب لياسين منصور والسيد عبد الحفيظ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة من فنون الكورة مع أمين. طبعا طول الليل حكاوي وكلام كتير على الفضيحة العلنية التاريخية اللي وفى أحلى وفى لأحمد مجاهد. محمود وفا امبارح بكل بجاحة، كان بعد نهاية المباراة والدنيا قايدة نار شياط، وهو عامل زي فرح العمدة وماسك النار. لا، ده ماسك الكروت وعمال يوزع كروت هنا وكروت هناك. تعالى خد كارت، تعالى خد كارت، تعالى خد كارت، تعالى انت اللي هناك، تعالى خد كارت، وطرد هنا وانذار هنا وكروت هنا وكروت هنا، وعامل فيها 7 رجالة. لكن الغريب الحكم الرابع اللي نازل من بره يزق في اللعيبه ويزق حسين الشحات ويتخانق معاه ويمشي، يلا اطلع بره واطلع. مهزله تحكيميه بكل الاركان. حكم رابع نازل يتخانق ويشتم ويزعق للعيبه في قلب الملعب. حكم ضعيف ومعاه اجنده موجهه من مجاهد فوق في اتحاد الكوره اللي ملوش اي صفه، وموجود وبيدير اتحاد الكوره. ابو ريده اللي نايم في العسل نوم ومش همه غير كرسيه اللي في الاتحاد الافريقي وفي الفيفا، لا اكتر من كده ولا اقل. وما زلنا مصممين على نفس الكلام. قرارات، كل منتظر القرارات بعد مكالمه سيد عبد الحفيظ امبارح اللي قلبت الدنيا، والكل مستني يشوف ايه اللي هيحصل من اداره الاهلي. سيد عبد الحفيظ بيطالب انه يسمع الفار والحديث اللي حصل بين محمود عاشور ومحمود وفا. سيد عبد الحفيظ بيطالب بالتحقيق مع الحكم الرابع اللي نزل بيزق ويضرب ويشتم اللعيبه في الملعب بعد نهايه المباراه. بيطالب بالحكم اللي ما ماسك النقطه وعمال يوزع كروت صفراء وكروت حمراء على لعيبه النادي الاهلي. خد الروجيتا واللي هيحصل في الساعات اللي جايه دلوقتي ده اللي هينزل دلوقتي او في خلال صباح اليوم من السوشيال والاعلام الزملكاوي، من توجيهات مجاهد وابو ريده ليهم ضد الاهلي عشان يخلي كفه قصاد كفه. ايه هي؟ كل الاعلام هيطلع يقول ويتكلم في حاجه واحده بس، ان ايه التسيب اللي في الاهلي ده. احنا عمرنا ما شفنا لعيبه الاهلي بتعمل كده. انا معاك، بس احنا قلنا يعني لما شاقي حكم فاجر قدامي بالوضع ده، انت كمان مستكتر عليا ان انا اتكلم واقول له يا فاجر، يا محمود يا وفا يا فاجر، يا حكم يا ربيع يا فاجر، يا ابو ريده يا فاجر، يا مجاهد يا فاجر يا مفضوح. انتوا بتعملوا ليه كده؟ هي للدرجه دي الفجر عدى مرحله ملهاش تواجد؟ ايه ده؟ طب احنا قلنا ان اداره الاهلي اصبحت ضعيفه مش قادره تاخد حقها، كمان هتلومنا ان احنا بنتكلم؟ لازم خطه كبيره للنادي الاهلي للتصحيح اوضاع كتير جدا. لازم خطه لتصحيح الاوضاع في حاجات كتير جدا. الاهلي لازم يتبع نظام جديد جدا هنقوله دلوقتي. لكن زي ما بقول لك، الكل هيتكلم ويطلع يقول ان ده مش لعيبه الاهلي، وان في تسيب في الفريق، وان الاداره الفنيه بايظه، وان مدير الكره مش مسيطر على اللعيبه، وان اللعيبه مش محترمه حد، وان اللعيبه نازله تعمل مشاكل وتتخانق. واحنا عمرنا ما شفنا الكلام ده في الاهلي. اكيد عمرك ما شفت الكلام ده، لان احنا عمرنا ما شفنا الفجر التحكيمي العلني ده برضه في اي مكان. عمرنا ما شفنا الفجر التحكيمي ده في اي مكان. فانت جاي تلومنا عليا ان انا زعلان وبتضايق؟ لحد امتى بقى اداره الاهلي هتتنيها طبطب؟ وفي نفس الوقت الكابتن سيد عبد الحفيظ يقول لك احنا لازم ناخد قرارات. يا باشا الكلام ده كان من اول الموسم، الموسمين اللي الزمالك خد فيهم الدوري برضه بمعاونه احمد مجاهد اللي ما صنوش العشره ولا الجميل اللي عمله معاهم. وفي الاخر شيكابالا كان عايز يضربه ويشتمه، قل ادبه عليه قدام الناس كلها وما تعاقبش شيكابالا. واخد بال حضرتك انت؟ احمد مجاهد بيتبع نفس الاسلوب اللي هو ايه؟ وقع الاهلي وسيب الزمالك هو هيشوف حاله. وفي نفس الوقت طب سيب الاهلي يعمل اللي هو عايزه، بس اسند الزمالك وتنيه مركبه.
ايه الفجر ده؟ علني. يعني اول امبارح في مباراة الزمالك فضحتين من الحكام برضو معروفة، ابو نطة جنان والفار اللي كان نايمان، وركلة جزاء للمصري ولمسة يد المنسي، كل ده عادي. طب خلاص سيبني بقى العب. يا عم هتطلع تقول لي نغمة ان انت ضعيف فنيا وان انت ما انتش قادر يا عم دي حاجة نصفيها بيننا وبين نفسنا، جمهور وادارة ولعيبة وجهاز فني. انما اديني حقي. وبعدين انا كل لما اجي اقف تقوم ضاربني في رجلي من ورا توقعني. هتقول لي انت كنت هتقف فين؟ لا، ما هي مباراة امبارح دي لما انا اكسب في 5 دقايق اجيب هدفين وافوز وتنيني دايس على رقبتك قدام وضاغط عليك، يبقى انا كده ببدا افوق وافوق ويجي الدعم مع دعم الجمهور وكله يتكاتف، هتلاقيني دايس عليك ودايس على وشك. انما كل لما اجي اقف تهدني وتوقعني وعايزني اقف وتقول لي فنيا اما انت بتوقعني نفسيا، بتوقعني مجهود، بتوقعني في كل شيء. حكام عالة، حكام فاسد، حاكم فاسد. محمود عاشور الحكم الاول اللي ما هوش عاجبنا برضه، بس لك بقى لما اشتغل صح واشتغل فير بقى الاول افريقيا في الفار، بل مصنف عالمي في حكام الفار. ايه اللي بيرجع؟ هو نفسه يقول لك انا ايه اللي رجعني الدوري والقرف ده تاني؟ انا شغال في بطولات عالميه وشغال في بطولات افريقيه ومريح دماغي والدنيا معايا 100 ارجع للقرف ليه ده؟ ليه تاني ارجع للقرف ده تاني؟ بس اهو مجبر محمود عاشور يرجع عشان يفضح فساد وفساد وقله ادب الحكم الرابع. الاهلي لازم يشتغل في المده اللي جايه دي عن حاجتين ودي الاهم. زي ما انت بتشتغل اداريا ودعم مالي من كل الاتجاهات واستاد، لازم تشتغل اداريا في اتجاهات اتحاد الكوره والكاف. لازم يكون النادي الاهلي له ذراع في اتحاد الكوره وذراع قوي، مش ذراع بينخ وني وطري وحنين. لازم الاهلي يتوغل اعلاميا زي ما كان متوغل وقوي زمان. لازم الاهلي يشتغل على النقط اللي بقت ضعيفه عنده. اعلام ضعيف، حتى اللي بيطلعوا في الفضائيات ما بيقدروش يفتحوا بقهم. شيكابالا اللي ما بيعرفش يتكلم طالع يقول لك اصل كان في لجنه ضربه جزاء في السوبر مع سيراميكا وما اتحسبتش، فما دي ما اتحسبتش دي ما تتحسبش، انما دي ضربه جزاء واللي هناك ضربه جزاء. عالم ما بتفهمش، عالم بس حتى لما حد بيحفظها كلمتين ما هماش عارفين يفهموها ولا عارفين يقولوها. هنطلع نتكلم النهارده والضغط اللي على الاهلي نزود ضغط بقى من جمهور الاهلي. اشحن جمهور الاهلي، اشحن جمهور الاهلي ان الاداره وحشه وان ده اول قرار هياخده ياسين منصور مع سيد عبد الحفيظ في اداره الكوره. الكل في انتظاره، يا ترى هيعمل ايه؟ يا ترى ايه اللي هيحصل؟ كل ده هيبان في خلال الساعات اللي جايه من قرارات لمجلس اداره النادي الاهلي. تنساش اللايك للفيديو والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، اكون شاكر ليكم دعمكم ليا، شرف ليا. سلام عليكم.